مساء الورد والفل والجمال عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. العيد الكبير قرب، ربنا يجعلها يا رب أيام جميلة ومفترجة علينا كلنا. مفيش حاجة شاغلة بال جمهور الزمالك أكتر من الصفقات والأسماء اللي النادي هيجيبها الموسم اللي جاي، وبيني وبينكم عندهم حق طبعا، لأن الزمالك الموسم ده موسم سيء جدا. فكل الجمهور بيفكر مين الأسماء اللي هتيجي السنة الجاية توقف الفرقة على حيلها. أنا بقى جايب لك الجديد والخلاصه والمفيد في كل ما يخص صفقات نادي الزمالك. وانتوا عارفين انا ما بطلعش اتكلم غير لو بتكلم وانا ماسك ايدي بنسبه 100%. وعندي ليك مفاجاه في نهايه الفيديو من العيار التقيل اللي مفيش حد في مصر يعرفها. مبدئيا كده وبادئ ذي بدء، سيف جعفر وحمزه المسلوسي مضوا وخلصوا مع الزمالك. كلام كتير ان سيف وبيراميدز، طبعا كان في كلام والدنيا وكل حاجه، بس سيف وحمزه مضوا ووقعوا خلاص باستمرارهم في نادي الزمالك الموسم اللي جاي. مش لسه هيمضوا، لسه هيوقعوا، لا هم مضوا وخلصوا. طب خد تفصيله جديده لنج برضو محدش يعرفها. يوسف أسامة نبيه، كل الكلام انه خلص في بيراميدز والدنيا خلصت وانتهت ورحل رسميا عن الزمالك. لا، في تفصيله جديده نوفي، في بلوفايه وترنينج بوينت ونقطه تحول ممكن تخلي يوسف أسامة نبيه موجود وباقي في الزمالك الموسم اللي جاي. ايه الجديد؟ الجديد ان امبارح، احنا النهارده الخميس 22/6، امبارح بقى الاربع 21/6/2023 الكابتن أسامة نبيه اتصل بأحد المسؤولين البارزين في إدارة نادي الزمالك وطلب منه انه يخلص القصة مع بيراميدز وان يوسف يكمل في الزمالك السنة الجاية. والله العظيم زي ما بقول لك كده، يعني البادرة جت من كابتن أسامة نظرا للعلاقات الطيبة ما بين إدارتي الزمالك وبيراميدز، وطلب من المسؤول الكبير ده انه يكلم إدارة بيراميدز ويخلص القصة. كان الرد عليه ان سيب الموضوع هنشوفه ونحاول نخلصه ان شاء الله. فحتى الآن عادي جدا ممكن تلاقي بعد نقطة التحول دي في موضوع يوسف السنة الجاية تلاقي يوسف مكمل مع نادي الزمالك حتى بعد ما خلص كل حاجة مع بيراميدز. تالت حاجة، أشرف بن شرقي، وكلام كتير على أشرف بن شرقي وهل فعلا هيكون موجود السنة الجاية ولا صعب يكون موجود. أقول لك بقى النهاية في القصة دي. أشرف بن شرقي بنسبة 90% داخل صفوف نادي الزمالك الموسم القادم ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكان لنا عمر. واحنا بنتكلم دلوقتي في مسؤول بارز من ادارة الزمالك موجود في الامارات عشان يضع الرتوش الاخيرة وينهي القصة، سواء مع الناس في الامارات او مع اشرف نفسه. فحتى الان بنسبة 90% أشرف بن شرقي موجود السنة الجاية إذا ربنا أحيانا وكان لنا عمر داخل صفوف نادي الزمالك. 10% دي بقى عشان لو حصل في الأمور أمور. طب الحاجة الرابعة والأخيرة والمفاجأة التقيلة اللي مفيش حد يعرف عنها حاجة، هل أشرف بن شرقي هو الصفقة السوبر الوحيدة والأهم اللي نادي الزمالك بصدد التوقيع معاها؟ لا. ثانية واحدة، يعني انت قصدك ان في صفقات تانية سوبر او صفقة تانية سوبر غير اشرف بن شرقي اللي هو بالتأكيد لعيب جامد جدا وسوبر ومهم وارقامه والفترة اللي لعبها في نادي الزمالك هي اكبر دليل على ده. فبقول لك في صفقة تانية مهمة جدا وسوبر جدا بالنسبة للزمالك، هي دي اللي إدارة الزمالك ومسؤولين الزمالك مستموتين عليها ونازلين فيها بكل تقلهم. هو لعيب، خد بقى التفاصيل، لعيب مهاجم بيلعب في الخط الأمامي في خط الهجوم، شمال إفريقيا، يعني من دول شمال أفريقيا. وهو ده وهي دي الصفقة اللي الزمالك وإدارته مستموتين ومستأثرين عليها. ده طرف الخيط وطرف الموضوع اللي انا متأكد منه بنسبة 100%. الاسم هجيبه لك، لسه مش عندي، وانتوا عارفين انا ما بحبش اطخ اي اسماء ولا اقول اي كلام. التفاصيل سيبني هدعبس لك عليها كده 4-5 ايام ان شاء الله بكتير، اللي ما يكون اقل يعني ان شاء الله، واجيب لك التفاصيل والخلاصة في القصة دي
عشان ما بحبش اطلع اتكلم غير لو انا بقول لك على الصح والاكيد، والصح والاكيد اللي انا بقوله لك ان الزمالك نازل بتقله على صفقه تانية مهاجم من شمال افريقيا، ومش عمر السومه بالمناسبه، عشان يكون موجود السنه الجايه في صفوف نادي الزمالك. مساء العسل عليكم.